ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بوصفه برضو سهله وسريعه وما تاخدش منكم وقت كتير. هنعمل صينيه جلاش محشيه لحمه مفرومه، والوش بتاعها وش بيتزا. سهله وجميله ولذيذه وطعمها حلو قوي. هنعمل اول حاجه هنعصج اللحمه المفرومه اللي احنا هنحشي بيها الجلاش. هنحط بصلتين مفرومين مع معلقه سمنه على النار في الطاسه، وهنقلبهم. بعد كده هحط عليهم جزرايه مبشوره او مفرومه، وقرن فلفل برضو مفروم، وهنقلبهم على النار مع بعض لحد ما يتبلوا. واول ما يتبلوا هنزل عليهم بالتوابل اللي هي ملح وفلفل اسود وقرفة ومعلقة 7 بهارات ومعلقة سماق حلو قوي مع اللحمة المفرومة، بيديله طعم جميل ومزازة كده بسيطة، طعمه حلو قوي في اللحمة المعصجة. جربوه قولي رأيكم فيه ايه. بيتباع عند العطار. هنحط التوابل اللي انا قلتلكوا عليها على البصل والفلفل والجزر وهنقلبهم كويس. وبعد كده هنزل عليهم باللحمه المفرومه، وحطيت عليهم معلقه توم باودر. هننزل عليهم باللحمه المفرومه هنقلبهم كويس. وبعد ما اقلب اللحمه كويس قوي مع البصل والفلفل والجزر هحط عليهم طماطميتين مفرومين في الكبه، مش معصورين، مش عليهم ميه، هم مفرومين بس. هقلبهم كويس مع اللحمه وهغطي عليهم واسيبهم على نار متوسطه. وفي الصينيه اللي احنا هنفرد فيها الجلاش، الصينيه بقى اللي احنا هنعمل فيها الجلاش هندهنها بالسمنه كويس قوي من تحت، وهنفرد فيها الجلاش. انا كنت بفرد بالورقتين مش بالورقه الواحده، وبين بين كل ورقتين بنحط دهنه سمنه. وما نخلص نص لفه الجلاش هنحط عليها اللحمه المفرومه. هنحط عليها اللحمه المفرومه، وبعد كده هنكمل فرد الجلاش بنفس الطريقه، وندهن بين كل رق ورق او كل رقين سمنه عشان مبقاش فيها سمنه كتير قوي، يعني بين كل رقين حلو يعني. مش بنحط سمنه كتير، هو بس بندهنها حاجه بسيطه عشان تبقى مرقه وحلوه من جوه، متبقاش معجنه او معضمه كده. وبعد ما نخلص فرد الجلاش في الصينيه كله هنقطعه قبل ما ندخله الفرن، وبعد كده ادخله الفرن يقعد بالظبط 5 دقايق ياخد لون ذهبي بسيط خالص. وبعد كده هطلعه احط عليه كوبايه لبن، عليها معلقه فلفل اسود ومعلقه ملح عشان خاطر تخلي الوش طري، والخضار اللي انا هحطه عليه يمسك فيه. هنقطع بقى الخضار اللي عندنا ملح، سوري، هنقطع الخضار اللي هو فلفل وطماطم وزيتون ونحطهم على الوش. ممكن نعمل الفطيرة دي بنحشيها سجق او سوسيس او تونة، تحشوها زي ما انتوا عايزين. ممكن تحشوها جبن بيبقى طعمها حلو قوي برضو. دي عاملة زي الفطير الشرقي اللي احنا بنجيبه من عند الفطاطري، بيبقى طعمها يجنن. سقيتها باللبن زي ما قلتلكوا اهوت ووزعته في الصينية كويس. وبعد كده هنحط عليها الخضار اللي احنا قطعناه، الطماطم والزيتون والفلفل. وبعد ما احطهم عليها هدخلها الفرن تاني تقعد لحد ما الوش يحمر والجبن تسيح. هو كده كده يعني دخلت في السوا خلاص. هدخلها بقى في الفرن تقعد لحد ما الجبنه تزيد تسيح والوش بتاعها يستوي ويحمر كده ونطلعها. هو المفروض استنى عليها لما تهدى واقطعها، بس انا طبعا ما لحقتش استنى ومش عارفه افتحها اصلا، هي سخنه جدا. الوش بتاعها طري جدا كانت مورقه من جوه زي الفطير بالظبط وطعمها يجنن. ولا عجنا ولا فردنا وعملناها هو فطيره زي الفطير الشرقي بالظبط. جربوها وقولوا رايكم فيها ايه. لو مش مشتركين في القناه اشتركوا واعملوا لايك. وبالهنا والشفا.